قد تسكن قصرا وتضيق بك الحياة، وقد تسكن جحرا ويشرح الله صدرك. قد يكون لك إخوة وتعيش وحيدا، وقد تكون وحيدا وحولك إخوة. قد ترى الأصدقاء يجملون حياتك، وقد ترى الأقرباء ينسون قرابتك، وقد ترى أغنياء يرتشون وترى فقراء يتصدقون. لهذا سمي الدنيا. إحسانك وتعاملك لا ينسى، فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحدا حتى وإن لم يكن يستحق. صباح النور غالياتي، صباح الورد، صباح الفل، صباح كل حاجة مليحة لوجوهكم المليحة يا أغلى متتبعات عندي. توحشتكم ما تأمنوش. نشكركم بزاف على اللي تقساو عليا، اللي خلاو لي كومونتير وراكي وعلاش غبتي وارجعي توحشناك ونستنى في لي فيديو تاعك. نقول لهم بارك الله فيكم حبيباتي. يعني بكل امانه صدقوني يعني ولفتوني، يعني ديما صادقه معاكم. ما عندي حتى ظرف الحمد لله لاباس عليا. العجز الله غالب ولا يجيني التصوار ثقيل ما تأمنوش كيفاه. بين قوسين يعني كرهته. بصح والله غير توحشتكم، راني نرجع غير على جالكم. ليامات هذا البرد راني مش قادره ندير والو. تجيني الخدمه ثقيله في البرد هذا الشتا. على بالكم الاجواء راهي متقلبه، الثلوج الحمد لله يا ربي على كل شيء. الثلج ما شاء الله منا ومنا، كان اللي يصب عندهم المطر. نعمة من عند ربي الحمد لله. انا نحب الشتا بصح البرد هذاك القاصح الجليد هذاك ما نشتيهش. شغل يخليني عاجزة. شغل نحبش ندير داك الميناج في داك البرد ونحبش الترزيق فيه. غير هكا برك كل يوم نخدم حاجة هكا خفيفة. انتم واش اخباركم؟ كاش ميناج كاش توجد رمضان؟ صراحه انا راني بديت غير بشويه شويه كيف قلت لكم قبل. نبدا الحوايج اللي نعرف روحي بلي ماشي اشاك فوا نديرها ولا وتدي الوقت، حاجه تدي الوقت كامل. نبدا بها هي الاولى. اما بالنسبه للميناج والتسياق هذوك باغ دو جور 3 جور راني نسيق في الدار، يعني ماهيش ما كاش حاجه اسمها التسياق تاع رمضان. خاطر التسياق ديما كاين، الغبراي ديما كاينه، يعني ديما نمسح وديما نقي، ما نخليهاش حتى تتراكم عليا يعني وتدي لي الوقت والجهد. هذا ما كان. بالنسبه لي سقساوني على الماعن وش جديد والاسعار. واش نقول لكم الله لا يشوفكم. انا خرجت خطره لقيت الاسعار كارثه خياليه، الاسعار مش نورمال، راهي زايده غير تزيد. واصلا لي باج تاع الماعن كامل قالوا باللي الاسعار هي راح تزيد. يعني كي قرب رمضان هي من بكري تزيد الاسعار. يعني كي يدخل علينا رمضان دائما الحاجه تاع 500 تولي 600، حاجه تاع 400 كيف كيف. اللي حابه تشري من احسن يعني تشري من دركا ولا تصبر شويه، ممكن لعل وعسى تنقص. انا ما شكيتش ينقص الاسعار. سورتو اللي كيما صرحوا يعني بعض لي باج باللي الاسعار راهي زايده تزيد. انا ما شكيتش تنقص وما على باليش. انا مازال ما ديسيديتش ومن على رمضان ان شاء الله كي نلحقوا هذاك الوقت يرحمها ربي. واش حبيت نقول لكم؟ اللي عندها سيرفيس قهوه حليب جو استحفظي بها. لا الاسعار راهي ما تبشرش بالخير، الدنيا راهي غلات، كلش راه غلا ولا غير حليل الزوالي. ربي يحسن كل عون كل واحد. يعني وين رايحين بها؟ اذا كان البيض ب2500 للبيضة، اذا كان الماعن زادوا يعني 300%. ايماجينو يعني ضعف 3 أضعاف. يعني الكاس اللي راه كان ب10,000 راه ولا 30,000. الله المستعان، ربي يقدر الخير ان شاء الله. اليوم بربي ان شاء الله راح نشارك معكم بسبوسة بذوق البر. نبداو على بركه الله. نحتاجون 2 بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه. على بالنا بلي البيض راهو غالي، راهو ب 2500. مي صدقوني هذا الفيديو راهو مصور يعني من قبل ما يعني قبل ما يكون السعر تاعو 2500. نورمالمون عنده واحد السمانه هكاك. درت 2 حبات تاع البيض، درت مع نصف كاس تاع السكر، يعني العبار تاع اللي تقيسوا به
السكر هو نفسه اللي تقيسوا به الحوايج الاخرين كيما نقولوا الحليب والزيت. نطلعوها بالباتور، اذا ما عندكمش باتور نورمال خلطيه بالفوي حتى تحسي هذاك السكر ذاب. شوفي البنات، بما انه سعر البيض راهو في ارتفاع، انا كنا نستناو فيه يعني ينقص، تبالي وزيد غير يزيد. راح نحاول في الوصفات الجايين نجيب لكم يعني وصفات يكونوا بدون بيض او يكون يعني بحبه، ولا يعني تكون وصفات اقتصاديه. بعد ما طلعنا يعني السكر هذاك بعد ما ذاب وكل شيء، نجيبو زاز نتاع القشور تاع البرتقال. اذا ما عندكمش تقدروا تستبدلوه بالقارص مش مشكل، لكن البرتقال يعطيها واحد البنه يعني ما تشبعش منها. نستكر باش حبه كامله تاع التشينا. بالنسبه للمقادير راهي على حساب المول اللي عندكم. انا عندي المول حجم متوسط يعني 20 سنتيمتر، وانتوما اذا عندكم مول اكبر من المول تاعي راح نضاعفوا الكميه. عندنا زوج حبات، عفوا زوج باكيات ولا علب تاع ياغورت ناتور. اذا ما عندكش يعني تقدري تستغني عليه، لكن هو يعطيك واحد الخفه واحد البنه، يعطي واحد البنه للبسبوسه خرافيه. يعني فرق كبير كي ديروا لهذا الياغورت ناتور. انا درت زوج علب، تقدروا ديروا علبه واحده كما قلت لكم. نخلطوا كامل المكونات مع بعضها. ايضا بالباتور يعني بديت به نكمل به، يعني خلطوا غير على سرعه متوسطه نورمال. المهم تتجانس كامل المكونات، يعني يدخل هذاك الخليط كامل في بعضها. يعني هذه من اروع الوصفات اللي جربتهم، بنينه ما يتشبعش منها. انا ثانيك ضفت نصف كاس تاع الزيت. انا كنت كما قلت لكم يعني درت المقادير كامل قبل ما نبدا نصور، يعني حطيت كل شيء يعني بالعبار بكلش. انا ثانيك نضيفوا نصف كاس تاع الزيت، ديروا غير بشويه وخلطوا بالباتور. كما قلت لكم الاسهل وصفات تاع البسبوسه، يعني حتى اللي اول مره تجربها، اذا يعني اللي اول خطره راح دير البسبوسه في حياتها تعتمد هذه المقادير راح تنجح معها. هي البسبوسه اصلا من يعني ماشي عينك ميزانك، لازم كلش مقادير هكا يعني باش ما تجيكمش خشينه ما تجيكمش معجنه، فهمتوني. هنا نبداو بالسميد. هنا درت سميد المتوسط اللي عندنا يعني اللي متواجد في الدار. ننصحكم ما ديروش، ما يكونش ارطب ما يكونش احرج، خلاص يعني متوسط. انا بديت بالكاس الاول خلطته كامل، نتوما استناو شويه يعني واحد 5 دقائق خاطر كاين سميد يشرب هكا باش ما يهرب لكمش القوام. وضفت معاه كيس تاع خميره، يعني كيس كامل تاع خميره. من الاحسن تغربلوها. انا راني كنت شويه مزروبه يعني درت المكونات كامل على ضربه بالفوي اليدوي نورمال. خلط كامل المكونات، حاولوا تخلطوها مليح باش تتجانس وما تبقى لكمش هذيك الخميره حبيبات. انا مازال تحتاج السميد. انا الكاس الثاني بديت نضيف غير بشويه، يعني نضيف بشويه ونخلط. انا تقريبا بقى لي غير ربع. نخلط كامل ونشوفوا اذا مازال يجري نكمل الكاس. كما راكم تشوفوا انا دات معايا حوالي 2 كيسان تاع السميد المتوسط، قصدي السميد العادي، مش خشين ومش ارطب، ماشي متوسط هذاك تاع المقروط، لا السميد العادي. انا بعد ما خلطته نحط الخليط على جهه، والمول اللي قلت لكم قطر تاعو 20. انا صراحه كنت حابه ندير فيه واحد اكبر منه، لانه كما راكم تشوفوا جاتني شويه عاليه، تعمرت لي ويعني وصلت لي للنص. الخليط يعني وصل لي للنص. بالاحسن يعني ديروه في مول يكون اكبر شويه. انا بعد ما طيبت على نار ناقصه من المره الاولى على 150، وبعدها زدتها 180 درجه. كي استحمرت من التحت جعلت لها من الفوق. بعد ما اخذت هذه التحميره هذه سقيتها بالشربات. اكيد تكون بارده، مادام البسبوسه تكون سخونه الشربات تكون بارده. بالنسبه للمقادير تاع الشربات درت 2 كيسان تاع السكر،
مع 3 كيسان ونص تاع الماء. فهمتوني؟ درت هي نورمالمون ديري 2 ب400، انا درت 2 كيسان ب3 ونص. خليتها يعني بعد ما غلات، حسبت لها مدة ربع ساعة وزدتها 5 دقائق ودرت لها طرونش تاع القارص، وهذه هي استنيتها حتى تبرد لاني وجدتها قبل ما نطيب البسبوسة. هنا البنات خلوها حتى تبرد تماما ومن بعد عاودوا اقسموها. هنا تلموا التصوير وما يكفينيش الوقت باش نستناها، وحبيت نكمل بالخف. انا شوفوا قطعتها ومازال هي سخونه. انا راني نخمم كيفاش راني نقطع فيها. المهم بالطريقه هذه. كاينه نقطه نسيت ما قلتها لكمش، في المقادير الاولى تحبوا تضيفوا نقصوا نص كاس تاع السميد وتضيفوا كاس تاع نواد كوكو، راح تجي فيها بنه تهبل. انا فقط ما حبيتش نخلط ليغو، حبيت فقط الجو تاع التشينا. هنا حكمت لي طرونش تاع التشينا، حبه قسمتها دي طرونش وكل طرونشه قسمتها هكا يعني دي مورسو للتزيين. هذيك ديكور فقط، يعني تقدروا تستغنوا عليها، حاجه تاع ديكور. التزيين دايما يرجع ليكم نتوما اختياري. هنا كما راكم تشوفوا راهي سخونه الفوار طالع. زينتها بهذه الطريقه، درت لها هذاك الكاوكاو الملون كان عندي يعني من قبل ما شريتوش. فوالا ان شاء الله تعجبكم، جات معسله للقلب.